يسرنا ويسعدنا أن نلتقي في هذه اللحظات بصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة نادي الهلال. نرحب فيك سمو الأمير. أولا المشوار الثاني أو الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا أثبتت أنه الهلال على الأقل حقق مبدأ التعويض، أن المباراة الأولى كانت داخل أرضك، الآن تتعامل مع مباراة الغرافة على أنها داخل أرضك، الأهم تحقق سمو الأمير وهو الفوز. بالتأكيد أنا أعتقد أنه فوز ثمين جدا ومهم، رغم أنه المستوى ما كان جيد يعني، ولكن احنا أضعنا عدة فرص اليوم، والتحكيم كان الحقيقة يعني مهزوز جدا، وكان يعني بطاقات غريبة الشكل. يعني كان ينظر لطرف واحد دون طرف آخر، يعني كان ضعيف التحكيم اليوم، كان سيء التقدير للأمانة يعني. ويستمر مسلسل التحكيم الآسيوي السيء في رأيي، فعلا التحكيم كان سيء جدا. مهم جدا كان ناخذ 3 نقاط الآن، يعني كأننا فزنا على أرضنا وانهزمنا برا. تبقى مشكلة وحيدة أنه بفوز أعتقد الفريق الإيراني فاز بنتيجة كبيرة. الأمور شكلها متجهة إذا ما تعثر الفريق الإيراني أنه يعني يكون الفريق الإيراني للأسف في المركز الأول إذا الأمور صارت وفق ما أنا شايفه الحين. ولكن ما سنحاول أن نفعله من جهتنا أن احنا نستمر إن شاء الله في حصد النقاط علشان نتأهل المراحل القادمة إن شاء الله. غدا عفوا ليلة البارحة بعد التمرين اجتمعت باللاعبين في التمرين، أبرز الأشياء اللي قلتها لهم سمو، كنا نشاهدها عبر الصور فقط. كنت أقول لهم أنه يعني في أمور أو إعلام يحاول أن يخرجكم خارج جو المباراة للتفكير في أمور يعني خارج الملعب، فركزوا في الملعب وركزوا بأنكم تجيبوا 3 نقاط. احنا ما يشغلنا في الهلال تحقيق الإنجازات والفوز، لازم يكون هذا تفكيركم دائما، تفكير الفريق البطل اللي يبحث دائما عن إسعاد جماهيره بالفوز تلو الفوز. فكان كلام من هالنوع يعني. سأتحدث معك عن هذه النقطة يعني بنوع من التفصيل، ولكن قبل ذلك ظهر عبر الصحف أن هناك مشروع ما بينكم وبين موبايلي سيدر الكثير على الفريق الهلالي، هل من الممكن الإفصاح عنه وذكر بعض تفاصيله؟ والله هو مشروع أنا ما أفضل أني أعلن عنه الآن، ولكن ذكر في بعض الصحف أنه عن العضوية الشرفية. العضوية الشرفية ما لها دخل، أعضاء الشرف معروفين من هم ومن يعطى العضوية الشرفية، لا هذا مشروع آخر. ولكن أنا أتمنى يعني أنك تسمح لي أني أترك الفرصة الموبايلي أنها تعلن عنه يعني أما من خلال مؤتمر صحفي مشترك. كان الفكرة بس مناقشة نقاط، ولكن الخلاصة أنه برنامج سيدر دخل على الخزينة الهلالية مهم إن شاء الله.